أفادت مصادر دبلوماسية أن سلطان عمان قابوس بن سعيد بعث برسالة عاجلة إلى الملك السعودي نصحه فيها بوقف العمليات العسكرية في اليمن، وحذره من تداعيات خطيرة على المنطقة في حال استمرت الأزمة اليمنية أكثر مما ينبغي. ورأت المصادر أن رسالة سلطان عمان تقاربت مع تيار داخل العائلة الحاكمة في السعودية يعتبر شن الحرب على اليمن بضوء أخضر أمريكي، إنما هو فخ سيؤدي إلى تقسيم المملكة. رغم التضخيم الإعلامي لعملية التأييد للعدوان السعودي على اليمن، إلا أن هذا التهليل لم يستطع أن يخفي الأصوات الرافضة لها من داخل السعودية نفسها وخارجها، والتي كان آخرها رسالة سلطنة عمان قابوس بن سعيد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، نصحه فيها بوقف الحرب على اليمن التي اعتبرها فخا أمريكيا يستهدف المنطقة. رسالة دعمت ما قاله الأمير الوليد بن طلال إن الضوء الأخضر الأمريكي لضرب اليمن هو فخ خطير نصب للسعودية بهدف إضعافها وتقسيمها، وشبهه بالفخ الذي نصب للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عندما أعطته واشنطن الضوء الأخضر من تحت الطاولة لاحتلال الكويت. الأمر الذي جعل الوليد بن طلال يناشد كبار العائلة المالكة بوقف وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان وولي العهد محمد بن نايف، اللذين وصفهما بالصبية من اللعب بمستقبل السعودية وسلامتها. الانقسام الكبير داخل العائلة المالكة لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أكد مصدر مقرب من الأمير الوليد أن نجل الملك السعودي السابق الأمير متعب بن عبد الله الرافض للحرب هدد وزير الدفاع الذي يملك توقيع والده الملك المصاب بالزهايمر بتدخل الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفه بالمغامرة الخطيرة على اليمن. ويأتي القلق الأميري المتزايد بحسب المصادر من أن تؤدي مغامرة العدوان ليس فقط لتقسيم اليمن إلى شمالي وجنوبي، بل أن تفقد السعودية مناطق جيزان ونجران وعسير لليمن الشمالي، وأن يقسم ما تبقى إلى 3 دويلات، الأولى في المنطقة الشرقية، والثانية في نجد، والثالثة دولة الحجاز الفاتيكانية العلمانية التابعة لتركيا. حيث أشارت المصادر المقربة إلى رغبة تركيا التاريخية في السيطرة على الحرمين الشريفين وارتباط الكثير من أعيان الحجاز بها، وهذا ما اعتبر المراقبون أنه يفسر مسارعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تأييد الحرب وتحريضه سلمان على المضي في قراراته التصعيدية بالمنطقة. مخاوف جعلت مراقبين يدعون آل سعود إلى تدارك الأمر فورا والانسحاب من مستنقع اليمن وإزاحة من وصفوهم بالمراهقين السياسيين قبل فوات الأوان وضياع مملكتهم.